نكمل كلامنا. احنا كنا قلنا ادينا امثله للقواعد القانونيه. اعتقد كده وصلت الفكره. القواعد دي بتبني انت عليها قوانين. القواعد بقى ديت هم القوى الاستعماريه عملت القواعد وحطيت لك اول قوانين زي ما قلنا. احوال الشخصيه في سنه 29، العقوبات مش عارف سنه 35، المدني في سنه 31. حطيت لك قوانين اوليه وسابتك تعدل فيها. ايه مواصفات القوانين الاوليه دي اللي هي لا زالت احنا بنعدل مواد بس، ولا زلنا نقول القانون كذا، المعدل بكذا، المستبدل بكذا، مش عارف ايه كذا، ولازم اوصل للقانون الاولاني ودي تمام اقول احنا على عهد زي ما احنا. وده ملوش مبرر. المفروض لما اعدل انسى القوانين القديمه دي، خلصنا خلاص، هو قانون جديد. لا، ما انا ما اعرفش دي برضه سببها، يعني دي احد المشاكل. المهم القوانين المجموعه اللي اتحطت في الاول دي كان ليها مواصفات لا يختلف عليها اثنين. ايه هي؟ قوانين هجوميه. يعني لازم احنا برضه، اصلها مش سر، لازم نطلع على قوانين الدول. هو ما حدش بيتكلم خالص في قوانين شعبه، ما حدش بيظهرها، بيسيبك تروح تحسها، محدش بيتكلم فيها. انما هي دي هو كل تصليحه للسلاح وللقوى عشان يحمي دي. القاعدة القانونية بتاعت شعبه ليها مصنع، ده موضوع تاني هنتكلم فيه في الحلول او في المقترحات. احنا بقى القوى الاستعمارية سابت لنا اول قانون في كل حاجة بالمواصفات الآتية، ده من خلال عملي. احنا قلنا في اول الكلام انا بقول دي ملاحظاتي وبتكلم، انا متخصص وعندي استعداد ارد على اي حد هيعاود اللي انا بقوله ده. قوانيننا كلها هجومية. انت بتتعامل مع القانون بدفاع. تروح للموظف عايز يقول لك هات لي وهات لي وهات لي، حاضر. يعني ما يكفيش شخصيتك وطلباتك، لازم تؤيدها. ده هجوم. انت مين؟ ده كلام اجنبي مش كلام مصري المصري. يعني المفروض القانون واضح منه كده ان هو مش قوانيننا احنا يعني. واحنا قلنا دي سببها عدم تعريف المواطن المصري. انت مش معرفه اصلا في القانون، انت شايفه ايه؟ والقانون الوحيد اللي عرفه اتكلم انه يا فلاحين يا عمال، بس مفيش اي وصف تاني. فاحنا كل القوانين مبنية على انك انت اسوأ حاجة، وهو عايز يضمن بالقانون ده احلى اجراء. دي وجهة نظر المشرع، شايفك انت وحش جدا وهو عايز بيه هو يصلحك. فانت في اي مكان مطالب انك تثبت انت. خلاص؟ هجومية. تاني حاجة قوانين عقابية، لان في قوانين علاجية. يعني انت تمسك اللي بيتعاطى تحبسه، في دول تمسكه تعالجه. احنا مش بنقول دي احسن من دي، انا بوصف. احنا قوانيننا عقابية، اللي يغلط يتعاقب. زي البيوت كده، في اب كده وفي اب متساهل. بس اعتقد النتائج في النهاية ممكن تبقوا تطرحوها تشوفوا انهي افضل. لان احنا برضو بتوع علم الاجتماع اثروا، هل العقوبات دي جابت نتائج؟ هل الشخصية المصرية تيجي بالعقوبات اللي حطها لنا المستعمر دي إلى الآن، السجن والحبس والإعدام والغرامة ونعمل إحصائيات كده؟ القوانين بتاعتنا أنا بقول دلوقتي بعد ما شرحنا إيه القاعدة، بقول مواصفات القوانين اللي اتحطت ولا زالت. لأن التعديل مهما تشيل فوق الشجرة، أنت عايز تشيل الشجرة. القوانين لا تثق في المواطن المصري. يعني في دول تروح تقدم على سجل تجاري يديهولك وانت واقف بدون ما تقدم اي حاجه، تملى بيانات وتاخد السجل، ويجي لك موظف بعد 6 شهور يشوفك مستوفي لشروط السجل المدني ولا لا، السجل التجاري ولا لا. دي قوانين او ده قانون بيثق في المواطن.
لانه ممكن يدي السجل التجاري ده ل1000 واحد ويروح يلاقي 5 6 متسيبين يلغي لهم ويطبق عليهم القانون العقابي بقى. انما احنا ما بنثقش، لا من الاول قدم لي كل حاجه. فدي عدم ثقه في المواطن. القانون لا يثق في المواطن. القانون لا يثق في الموظف العام، ودي مشكله عندنا. القوانين بنيت ان هي لا تثق في الموظف العام، عشان كده الموظف العام خالي من الابداع، ملوش دور خالص. اي حاجه يقول لك يا استاذ انا هات لي كذا 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 اديك كذا، ما عندوش اي، ما ده مش شاهد فيه. القانون لا يثق فيه هو اصلا. ف دي القوانين بتاعتنا مصممه لتضييع الوقت، ودي واضحه. بس يعني المهم دي برضو يعني ممكن تتم بس بطريقه اشيك من كده. وممكن نستخدمها في ناحيتين. ما احنا عايزين صانع. ممكن كل الاهداف اذا كان في اهداف ممكن تبقى بس بشكل يعني مختلف. قوانيننا تتعمد الاهانه متعمده وليست عفويه، والاستهزاء. يعني ممكن اضرب لكم مثالين. يعني مثلا ما ينفعش العالم كله بيتكلم عن حقوق الانسان ومش عارف ايه، واحنا برضه مشينا خطوات كبيره في حقوق الانسان، وانا مصر المشرع ان الحبس الاحتياطي. طب الكلمه دي قالها الاجنبي. هو الحبس الاحتياطي عندنا مظبوط، اجراء سليم ولا بد منه ولا مبرراته. بس احنا لما المتهم بياخد عقوبه بتتحسب دي، فممكن نسميه حبس تنفيذي. ان المشرع الاستعماري يقصد يهنا، يقصد يقول انا بحبسك من باب الاحتياط. احتياطي، عيب الكلمه دي على فكره، انا شايفها مش محترمه. لا نقول حبس تنفيذي ولنفس القواعد. انما احتياطي بيستهزأ بيا. لما يجي يقول لي مثلا اعاده اعلان، هو بيتريق عليا. قول لي تمام الاعلان. يعني انا قريت تقرير لليابانيين في حته اعاده الاعلان في مصر دي، شافوها بشكل وحش جدا. يعني انت اعلنته والقانون بيقول لك لا معلش اعلنه تاني عشان خاطري. ايه هو اعاده الاعلان؟ بيقصد هو الالفاظ دي قصدها اعلان الصيغه التنفيذيه. يعني يقول لك يعني تقعد في خناقه 20 سنه والنقض يحكم وبعدين تاخد الصيغه التنفيذيه يقول لك اعلنها. قول له بعد اذنك هاجي انفذ عليك. ممكن ده استهزاء بالمواطن وبالواقع وبالعداله وبالكلام ده. القوانين بتاعتنا هي المسؤوله عن الاخلاقيات، ما وصلنا اليه من سلوكيات. ما فيهاش هزار، ما فيهاش كلام. مش كل الناس اللي في الشارع دي اتولدت يعني مش كويسين. القانون مسؤول. يعني ايه مسؤول؟ يعني القانون اللي يطلب حاجات كتير هيعلمنا تهرب منه. القانون اللي مش عارف ايه، يعني فاهم يعني واضحه. هو بيعلمك السلوك لما يقول لك اعاده اعلان بيخليك لو جالك الاعلان في اول مره وانت راجل بس المحضر هيفهمك هتقول له طب خلاص يا ابني روح كأني ما لقيتنيش، اهو علمك الكذب. تمام؟ يعني طبعا هو القانون، تطبيق القانون مسؤول عن ما نحن فيه. كل مشاكلنا تشريع، بس احنا مش عارفين. احنا بنعدل وبنعدل ايه، وبنرمم في كيانات بقالها 100 سنه. بتعدل في ايه يعني؟ فاذا خلاصة القول ان احنا عندنا مشكلة في القواعد القانونية اللي بيتبني عليها القانون والقوانين. دي عايزة اعادة نظر، وانا ليا فيها مقترحات هنقولها في فيديو اخر. اتمنى اكون وصلت المعلومة. واحنا ما عندناش مشكلة مع اشخاص، ولازم الناس تفهم ان مش ممكن يكون مصير العدد ده في ايد شخص او 2 او 3 او 10 او 5 او 100 او كده ابدا. واضح جدا ان في حاجة، هو التشريع هو اللي يسعد شعوب ويحزن شعوب. القانون والتشريع يغني شعوب ويفقر شعوب.
القانون والتشريع. أشكركم. السلام عليكم.